السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني والله. اهلا بيكم في قناة ناني واكلاتها. معاكم ام اسلام. النهاردة هنعمل اكلة حلوة. مش اكلة، هي حاجة زي وصفة. بتخش في البسكوت، وبتخش في الكيك. ممكن تتعمل سندوتشات لعيالنا في المدارس او لينا في البيت. جميلة. اللي هي زبدة الفول السوداني. قلت اعملها. بتتجاب من بره غالية، فقلنا نعملها في البيت. طبعا الحاجات دي بنحتاجها في الحلويات. تغيير كده يعني، نغير. ايه رأيكم في الديكور الجديد ده؟ عمل الوردات كلها، لميتها كلها وحطيتها قصادكم كده. ومتشكرة قبل ما ابدأ الفيديو. متشكرة للمشتركين الجدد، ومتشكرة لتعليقاتكم الجميلة اللي بتديني حافز وامل ان انا اكمل بصراحة. فمتشكرة لكم قوي. فاللي اول مرة يشوفني يعمل لي اشتراك ويعمل لي لايك وكومنت حلو. واللي معايا يا ريت ويتابعني كده ان شاء الله، بوصفات كده ان شاء الله حلوه باذن الله. دلوقتي هنبدا. مش عايزه ايه يعني اكلم كتير. دلوقتي انا جبت ربع كيلو فول سوداني. شايفين كده؟ نشيل الوردات بتاعتنا. الفول السوداني ربع كيلو فول سوداني. تجيبوه من عند المقله. قولوا له بتاع الحلويات. ماشي، قولوا له الحلويات. بتجيبوه بتقشروه وتحمصوه في الفرن، وتقعدوا تقلبوه، تحطوه في صينيه، وتقعدوا تقلبوه كل شويه لغايه اما لونه يتغير وتشم ريحته كده، ما يتحرقش يعني. فالمكونات بتاعتنا اللي هو ربع كيلو فول سوداني، وهنعمل ومعلقتين عسل نحل، ومعلق لا معلقه عسل نحل، ومعلقتين زيت نباتي، ونص معلقه صغيره ملح طعام. فهنعمل ده كله، خليكم معايا واحده واحده كده. طبعا انا حمصت السوداني وطلعته، بس لازم يبقى دافي، ما يبقاش بارد علشان يتطحن بسرعه وينزل الزيوت اللي فيه. فهنجيب المطحنه بتاعتنا بتاعت السكر بتاعت الخلاط، ونحطه فيه كده. انا حطيت حبه يعني، مش كله اهو. حطيت حبه علشان تعرف تتضرب حلو اهي. هنحطها بقى ايه في الخلاط كده. نعمل حق عشان هو بيبقى تقيل طبعا. نطحنه ايه شويه شويه، عشان كده ما حطيتهوش كله. انتوا عارفين ان السوداني بينزل زيوت زي السمسم بالظبط. فهنعمله كده كل شويه نقلب فيه ونحطه تاني. اضربه لغايه ما يبقى ناعم وارجع لكم تاني. ضربته اهو، بقى ناعم خالص، وريحته بقى ما اقولكوش. هو مش عايز حاجه تاني، هو عايز بس المكونات التانية تتخلط معاها. فقلت اعمل ايه؟ اعمل بالهاند بلندر. فهنحطه بقى في الكوبايه دي. هنحط بقى عندنا عسل نحل اهو. هنحط معلقه عسل نحل كبيره اهي. نحط معلقه عسل، ونحط نص معلقه صغيره ملح اهي. نص معلقه صغيره يعني، انا بالويم كده اهي. نص معلقه صغيره يديله بس ايه. بس هنضربها بقى، وبعد كده نشوف اللي بعده. ضربتها. هحط بقى ايه؟ معلقتين زيت.
كده حطيت كل المكونات وهنضربها. ضربتها معاك اهو. نزلها بقى في طبق. بص سمكها عامل ازاي وكتير ازاي. دي بقى بالشيء الفلاني فين؟ في المحلات بتبقى غاليه قوي. دي بتتعمل في للبسكوتات وال يعني بتخش في البسكوتات وللكيك والحاجات دي كلها. معاكوا اهي. بتحط في التلاجة بقى تاخدوا منها. طعمها بقى يعني جميل قوي. فيها العسل، مغذيه. ايوه معاكم. بتحط بقى في سندوتش كده. بصوا عامله ازاي، ناعمه ازاي. ما خدتش اي حاجه، بس هي بس الخطوات عشان الكاميرا كل شويه اوقفها واشغلها اهي. ناعمه اهي، ناعمه اهي. تعمل في سندوتشات. هعمل معاكم كده اهي. تعمل كده اهي. اهي. تعمل كده بقى. ولادنا يروحوا المدرسه يعني قيمه غذائيه كبيره قوي. مش هيحصل لها اي حاجه ولا تبوظ ولا حاجه، مغذيه وجميله. بس تحط في التلاجة تاخدوا منها لاي حاجه. ندوقها كده. جميله. باكلها بقى مع نفسي. وتعالوا كلوا معانا. فهو اهو بص. اهو اتحط كده. انا مش عايزه اطول عليكم. يا رب وصفتنا هغطيها اهي. يا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. واستنوني في وصفات سهله وسريعه ومفيده ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.